صباح الخير عليكم او مساء الخير باي توقيت انت بتشوف الفيديو ده، واهلا بيكم في فيديو جديد في قناه الحريف. كالعاده زي اي حد كده ماسك السوشيال ميديا او على الفيسبوك وعمال بيبص ويدور وبتاع، وشايف ان السوشيال ميديا كلها ما فيهاش كلام غير عن ان امام عاشور رايح الاهلي. امام عاشور هيروح الاهلي بعد ما شتم صالح سليم وجمهور الاهلي. الانتماء، جمهور الاهلي شفناه في المدرجات عمال بيتكلم وبيحكي مش عايزين امام عاشور وبيهتف وبتاع وكده. طب هو ايه ليه كل ده؟ طب وايه اللي هيحصل؟ فلما جيت قعدت فكرت كده، فهل امام عاشور فعلا عايز يروح الاهلي؟ لا من بدري، يعني من ساعه ما يعني شفت ان هو اعتذر لوليد سليمان والجمهور الاهلي والناس دي. انا حسيت ان الواد بيرمي لبعيد او بيبص لبعيد. فكره ان احنا عندنا الروح الرياضيه وبنعتذر دي مش موجوده عندنا هنا في الكره المصريه. ما نضحكش على بعض برضك وخلينا واقعيين. الواد راح ميتلاند عشان يثبت نفسه في الاحتراف الخارجي والكلام من ده. اونطه ما احتراف خارجي ايه؟ خلينا احنا هنا في الدنيا اللي عندنا. وعلى راي محمد صلاح المنتاليتي والمزه والانديه والكلام من ده، انا هنا ملك زماني متوج على الارض المصريه. امام عاشور لما راح ميتلاند الدنماركي كام صحيفه او كام جورنال او كام صحفي اتكلم عليه؟ ولا اي واحد. عادي، صفقه كده جديده مبهمه مش عارفين ده مين. حتى لما اول ماتش لعب وجاب جول في الشامبيونز ليج او في اليوروبا ليج، يا ربي، ما خدش برضك الصخب الاعلامي ده. انما تعالى اتفرج دلوقتي، مفيش حد في مصر ما قراش خبر على ان امام عاشور هيروح الاهلي ولا لا. مفيش حد يعني مش مهتم بالموضوع ده. رغم ان انا من وجهة نظري، يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني هل امام عاشور يستحق الضجة دي كلها؟ لا. يعني هل امام عاشور ده لو الاهلي عايز ياخده من سموحة، من المصري، من بيراميدز، من اي حد، هياخد الصخب الاعلامي ده والدوشة دي كلها؟ لا برضك. فنيجي نتكلم برضك بكلام عقلاني ومنطقي. هل ينفع ان امام عاشور يجي الاهلي بعد المشاكل اللي عملها مع وليد سليمان والهتافات والكلام من ده؟ هقول لك ينفع. ينفع ليه؟ لاسباب كتير. اول حاجه، حط نفسك مكان مجلس الاداره، وانت الغريم التقليدي بتاعك بتاخد منه لعيب، ولعيب المفروض ان هو مهم، منتخب مصر، اضافه لعيب اضافه، وهيضيف فعلا لنص الملعب، وخصوصا بعد ما حمدي فتحي مشي. غير كده ضربه جماهيريه قاتله. والحكايات بقى كتير ممكن نقولها. يعني ممكن نقول ان امام عاشور هيبقى ملتزم من النادي الاهلي للاخلاق والتربيه والتعليم وكل الكلام ده، يعني سهل ان احنا نقوله، وهيتنسي مع اول ماتش ومع مجرد الاعلان عن التيشيرت والرقم اللي هيلبسه امام عاشور. طيب، حاجه تانية، هل بالنسبه لجمهور الزمالك موضوع الانتماء وما ينفعش يا امام وازاي وانت الزملكاوي وانت الكلام ده، كل الكلام ده انشاءات، يعني ممكن تكتبه في موضوع تعبير كده في المدرسه، او تقولوا بس زي ما بتبص الشعار. اكبر مثال على ان مفيش انتماء هو رمضان صبحي. لو هتتكلم عن الانتماء، فالراجل ده المفروض يبقى ابو الانتماء، متربي اكل شارب نايم في النادي الاهلي، ومره واحده السلام عليكم يا جماعه بس والله المصلحه تقضي ان انا اروح بيراميدز. بيندم بعد كده، بيندم بقى والكلام من ده، بس هو بيندم على راي البوست اللي كان نازل وهو بيعيط في الساحل وبيمسح دموعه بالدولارات والكلام من ده. لكن انتماء مفيش. فكره الانتماء دي مش موجوده غير هنا في مصر على فكره. بره موجوده بنسبه قليله قوي قوي قوي. يعني لو جيت كمثال مثلا في الدوري الايطالي هتلاقي ان لاعب زي بيرلو لاعب للانتر والميلان واليوفي، والثلاثه على فكره بيحبوه. لعيب زي سيدورف لاعب للانتر ولاعب للميلان. لعيب زي لويس فيجو مثلا كان بيبقى زي امام عاشور بالظبط. لويس فيجو ده قصته زي امام عاشور بالظبط. كان بيعمل ايه مع برشلونه وخدوا الدوري، ويهتف مع الجماهير ويشتم في مدريد والمدريستا وكل الكلام ده، وبعد كده في الاخر راح ريال مدريد، وبقى جمهور برشلونه هو اللي بيحدف عليه الازاز وبيشتمه، وحقق انجازات. طب بالنسبه ايه وجه الافاده اللي هتعود على امام عاشور لما يروح الاهلي؟ بطولات طبعا كتير 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 قوي.
انت قاعد في الزمالك ما خدتلكش غير 2 دوري وكاس، ومش عارف خدت سوبر ولا لا، وبالنسبه لك انت فشخت الواقع. انما لما تيجي تبص على الاهلي، انت رايح كاس العالم للانديه، واخد افريقيا 3 مرات في 4 سنين، ودي واخد دوري، وهتاخد كاس مصر غالبا وسوبر. لا 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 لا، بطولات كتير قوي قوي قوي. هياخد فلوس؟ هياخد فلوس طبعا، هو هيجي ببلاش؟ هياخد فلوس. فكره بقى الاحتراف هي اصلا مش موجوده في عقليه المصريين او اللعيبه المصريه بنسبه كبيره. فاللعيب بيطلع بره وهو هوب اول مكالمه بتجيله بيخلع على طول، بياخد شنطته والسلام عليكم يا جماعه انا مش جاي اتدرب، انا عايز اتباع. انا عايز اتباع مش عايز العب. طيب ايه بقى المشكله بالنسبه لي في تعاقد الاهلي مع امام عاشور؟ وهم حاجتين. اول حاجه، ما شفتش خير من لعيب جاي من الزمالك للاهلي خالص. بيبقى صفقه عاديه، عامل زي البطيخه ودايما بتطلع قرعه. حتى كهربا لما جبناه من الزمالك كان مستواه زي الزفت وتوقف، وهو يا دوب بيشم نفسه دلوقتي بعد 3 سنين وابتدى يرجع لمستواه شويه. محمد صديق اللي خدناه مش قد كده. طارق السعيد كان بردك بيخلص، يمكن اللهم اسلام الشاطر لعب له ماتش ولا حاجه. محمد عبد الله برضه. كل اللعيبه اللي خدناها، حتى معتز اينو ما عملش حاجه غير ان هو جاب جون في الزمالك. كل اللعيبه اللي خدناها من الزمالك ما كانتش على مستوى. حاجه تانية برضك عايز اقولها، هو انت هتجيب امام عاشور بكام؟ يعني انت بايع حمدي فتحي ب 3.5 مليون دولار. طبعا رقم كبير. هتروح تدفعه لي في امام عاشور؟ يعني هل امام عاشور او في لعيب مصري يستحق المبلغ ده؟ انت بتتكلم في رقم داخل في 100 مليون. يعني ده لحد دلوقتي جمهور الاهلي كل ما حسين الشحات بيضيع فرصه يقول لك ابو 150 اهو، بص 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 استاهلش 150 جنيه. انت رايح تشتري لعيب بالمبلغ ده؟ انا ما اعرفش انتوا هتجيبوه بكام، بس هو النادي بتاعه شاريه ب3 او 3.5. مستحيل يبيعوا اقل من كده. هل هيدفع هو من معاه؟ هو اصلا جاي عشان الفلوس. هيدفع من معاه ازاي يعني؟ هو كان انتماء ايه وبتاع ايه والقصه دي؟ هو جاي يلعب عشان الفلوس وجاي في الاخر يحقق بطولات والسلام عليكم يا جماعه. فدي مشكلتي. امام عاشور افاده للنادي الاهلي، افاده، وبنسبه كبيره من وجهه نظري ان امام عاشور جاي مش عشان تعويض حمدي فتحي. امام عاشور جاي لتعويض رحيل اليو ديانج. يعني اليو ديانج ممكن بعد ما امام عاشور يجي، السلام عليكم يا رجاله، احلى صفقه باحلى رقم في لعيب افريقي خرج من النادي الاهلي، والواد يستاهل بصراحه. لكن غير كده انا مش شايف. هي الصفقه من الاخر اعلاميه، جماهيريه، فنيا الواد امكانياته جميله، امكانياته جباره، هيفيدك في كذا مركز، باك يمين، تعالى نص ملعب، كل حاجه. بس هنا فيها مشاكل، والله هنا فيها مشاكل كتير كتير كتير. واللعيب اللي يعمل مشكله زي كده اعرف ان هنا في دماغه لو في ربع اتلحس ففي ربعين اتلحسوا دلوقتي. وغير كده انت شايف هو بيعمل ايه مع ميتلاند وفريق من اوروبا؟ هو قال لهم انا مش هرجع. انت متخيل؟ يعني احنا سمعه اللاعب المصري في الدنمارك البقاء لله يا رجاله، مش موجوده، وغالبا هتسمع في اوروبا. يعني ربنا يخلي لنا صلاح، يعني اللي هو ماشي على خطى ثابته. فادينا هنشوف. بس قصه ان امام عاشور مضى الاهلي، هو مضى الاهلي، بس الموضوع كله متوقف على هندفع كام وهتمشي ازاي، وغالبا هتمشي على دفعات. بس الرقم كام ده اللي هنشوفه. ادينا بنتفرج وبندور، وربنا يسهل كده ونعرف ايه اللي يحصل. تشغلوش دماغكم، ركزوا في حياتكم. سلام.